قتلوا أمه قدام عينيه علشان جبان، فبيتعلم أقوى فنون قتالية وبيتحول لوحش مدمر وبينتقم وبيخلص عليهم كلهم. بيعتبر ليونارد تيرنر من أخطر عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية اللي تم اختطافه من أحد عصابات المافيا الدولية، وبيهددوه بابنه ومراته إنه لازم يكتب أسماء كل العملاء اللي بيشتغلوا معاه. وبياخد تيرنر القلم وبيبدأ يكتب، وفجأة وبدون مقدمات بيهجم على زعيم العصابة وبيرشق القلم في زوره، وفي جزء من الثانية بيهجم على الحرس ويخلص عليهم. وبيتصل تيرنر بواحد من العملاء السريين وبيطلب منه يروح بيته بأسرع وقت علشان يطمن على أسرته، وبيتصل بابنه هاري وبيطلب منه يسيب البيت وياخد والدته ويهرب حالا، لكن للأسف والدته اتضربت بالنار. وبيطلب تيرنر من هاري ان هو يطلع أوضة نومه، وفي الدرج هيلاقي طبنجة وطلب منه يستخدمها زي ما علمه، لكن ما بيقدرش هاري يستخدم الطبنجة. وبيوصل العميل روبرتسون في الوقت المناسب وأنقذ هاري من الموت. وبعد مرور 10 سنين بنشوف هاري بيقول لأبوه انه خلاص هينضم لوكالة الاستخبارات الأمريكية وهيكون شغله في مدينة براغ، وبيهنيه أبوه اللي كان واضح انه ما كانش مبسوط من الخبر. وبينتقل هاري بالفعل لشغله الجديد في مدينة براغ، وبنشوف هاري بيخوض تدريبات عنيفة وعمليات اقتحام وضرب نار أقرب للواقع، وتدريبات لياقة بدنية بشكل مستمر، وبوكسينج وكونج فو، حتى تدريبات الرماية وصل فيها لمستوى غاية في الدقة. وكان هاري بيموت نفسه في التدريبات علشان يترقى من ضابط إداري لضابط مداهمات وعمليات اقتحام. وبتوصل له رسالة من الإدارة، وكان منتظر يسمع خبر حلو بنقله لأن طلبه اترفض 4 مرات خلال سنتين. وتيجي اللحظة اللي هو منتظرها وبيفتح الرسالة وبيتقلب وشه لأن طلبه اترفض كالعادة. وبيتناقش هاري مع رئيسه في العمل في بعض الملفات لجهاز CIA اللي بيشتغل عليها، ومنها برنامج الكوندور اللي هيتم شحنه للولايات المتحدة في وقت قريب، وإنهم لقوا 12 رسالة مشفرة بتناقش بيها طيور نادرة في الولايات المتحدة. وبيطلب منه رئيسه جمع كل التفاصيل والمعلومات اللازمة على ملف الكوندور، وإزاي الجماعات الإرهابية بيخططوا للحصول على الطير، ويعرف المواقع اللي تمت منها المراسلات. وفي نهاية الحوار بيسأله عن مضمون الرسالة اللي وصلت له، ويقول له هاري كالعادة اترفضت للمرة الرابعة. وبعد 3 أيام وفي مدينة نيويورك بنشوف تيرنر اتقبض عليه من أخطر عصابات المافيا بعد ما استلم نموذج الكوندور، ويوصل الخبر لجهاز الاستخبارات الأمريكية، وبيأمر رئيس الجهاز بإيقاف كل العمليات وتوجيه كل الجهود للبحث عن تيرنر وتحريره. وبيرفض رئيس الجهاز طلب هاري انه يكون موجود معاهم في غرفة العمليات لمتابعة الموقف، وبيطلب منه يرجع بيته ويسيبهم يشتغلوا. وبيطلب هاري من أرال زميله يتصنت على تفاصيل الاجتماع المغلق، وبالفعل بيخش على موبايل رئيس الجهاز وبيسمع كل اللي بيدور داخل غرفة الاجتماعات، وبيعرف ان ابوه اختفى في نيوجيرسي كظابط ميدان قبل ما يطلع معاش ب3 أسابيع. وبيعرف رئيس الجهاز ان تيرنر كان في عملية تأمين نموذج الكوندور لكن للأسف مرجعش، وبالتالي تم تقديم تقرير باعتبار تيرنر عميل مفقود. واتصدم رئيس CIA لما عرف خطورة الكوندور لأنه برنامج اختراق من خلاله ممكن السيطرة على الاتصالات الرئيسية في أي حكومة أي دولة، وإن معاهم فقط 24 ساعة للوصول للبرنامج من لحظة تنشيطه. وبيقتحم هاري غرفة العمليات علشان يتناقش مع رئيس الجهاز في تفاصيل مهمة بخصوص الكوندور، وبيستغرب رئيس الجهاز وبيقول له أنت بتتجسس علينا ولا إيه؟ وبيعجب رئيس الجهاز بذكاء هاري، لكن مع ذلك هيحاسبه بس لما الأمور تصفى. وبيعرف كمان إن لو الكوندور تم تفعيله هتحصل أزمات قوية جدا هتهز ثقة كل دول العالم في المخابرات الأمريكية. وبيقدم هاري تقرير لرئيس الاستخبارات إنه عمل بحث شامل عمله عن الإرهابيين المحتملين وعن تجار السوق السوداء اللي دخلوا الولايات المتحدة في ال 72 ساعة اللي فاتت. ووصل إن في عشيرة بتسمى الكماتارو في مدينة بوخارست، وكان بيتم رصدهم من سنة 2007. وفي نيويورك بيحضر أحد عملاء المخابرات وبيدي فيكتوريا ظرف فيه صورة لتيرنر وكمان مفتاح البطريرك الخاص بإيقاف وتفكيك برنامج الكوندور، ولازم يكون تحميله يدوي. لكن بتقوله إن ليها علاقة صداقة مع هاري ابن تيرنر، لكن بيحذرها إنها لازم تفصل ما بين علاقتها الشخصية وشغلها. وكمان جهاز FBI مش لازم يحس بوجودها أو إنها موجودة في زيارة عائلية. وبالرجوع لمدينة براغ بنشوف 4 من عملاء المخابرات بيوصلوا ضابط هاري لبيته لإبعاده عن القضية حسب تعليمات رئيس الجهاز. وفي اللحظة اللي بيعتذروا فيها لهاري عن طريقة التعامل معاه بينقض هاري على ال4 ضباط الموجودين وضرب يمين وشمال ورزع راس السواق في الدريكسيون. وبتقف العربية وبينزل هاري لمتابعة قضية والده حتى لو
ولو بشكل غير رسمي. وبتوصل الأخبار لرئيس الجهاز اللي كان مستغرب إزاي موظف أعمال كتابية بيتخلص من 4 عملاء مدربين تدريب عالي. وبيرد أحد الموظفين إن هاري كان بيدرب تدريب عالي علشان يكون عميل من اليوم اللي اتقتلت فيه والدته، وإنه نجح في تدريبات الخدمة السرية 4 مرات، لكن مع توصية من والده كانوا بيعتبروه غير لائق ورفضوا طلبه. وبيتصل داريل ضابط الاتصالات والمعلومات بهاري وبيقول له إن سيستون رئيس الجهاز ناويلك ومش هيفوت اللي انت عملته مع عملاء المخابرات اللي انت هربت منهم. وبيقول له إن الشوكان ودي مجموعة إرهابية بتستخدم عصابة ركب الدراجات النارية ومكانهم كفيل موقف. بعدها مباشرة بيروح هاري لنادي الدراجات النارية وبيدخل الكافيتيريا ويطلب واحد ويسكي، لكن واضح ان اللي موجودين كان كلهم اشكال غلط. وبيقوم 2 وبيحاولوا يتفاهموا مع هاري، لكن اللي اشكالهم غلط لازم ياكلوا زلط. وبيتعامل هاري مع اول واحد وكسر ازازة الويسكي على دماغه، والتاني اكل شلوت في حتة غلط. وحاول هاري يجيب معاهم من الاخر وقال لهم انا بدور على ديريك تشوفوه حد يعرفه، لكن بيهجم كل اللي موجودين في الكافيتيريا على هاري وضرب هنا وضرب هناك، وكانت مطحنة. وكان هاري بطل وتصدى ليهم لوقت كبير جدا، لكن دايما العدد الاكتر بيغلب الشجاعة. وتيجي البنت العاملة في الكافيتيريا ومعاها بندقية علشان تحط نهاية للمعركة، وبتوصل العناية الالهية في الوقت المناسب، وبتظهر فيكتوريا وتقول لها حطي البندقية على الارض والا هفجر لك دماغك. وبتطلب فيكتوريا من هاري المغادرة، وبيقول لها ما ينفعش لازم نعمل الواجب مع الناس دول. وبيطلع هاري قنبلة من الشنطة وبيقول لهم تعيشوا عيشة فل ولا ارمي القنبلة ويموت الكل. وساعتها حسوا انه ما بيهزرش وقالوا له ان ديريك عنده محل ميكانيكا في باترسون، وان في وسيط بيننا وبين ديريك واحد اسمه فين، وبناخد منه كل اوامرنا وعمرنا ما اتقابلنا مع ديريك مباشرة. وبالرجوع لمقر CIA في مدينة براغ بتوصل معلومة لرئيس الجهاز ان هاري فجر كافيتيريا الدراجات النارية في نيوجيرسي، وتوصل تعليمات لفيكتوريا ان هاري لازم يرجع لنيويورك في اول رحلة. ولما قالت فيكتوريا الكلام ده لهاري قال لها انا مش راجع الا لما اوصل لوالدي وانقذه، ده بخلاف ان برنامج الكوندور قدامه 16 ساعة للتفعيل. وطلب منها مهلة 16 ساعة وبعدها يرجع لمدينة نيويورك، وده وعد منه. وطلبت منه فيكتوريا انهم يشتغلوا مع بعض ويلاقوا الكوندور ويحاولوا ايقافه وتفكيكه باستخدام مفتاح البطريرك، ولو لقوا ابوه اثناء المأمورية يبقى تمام. وعلشان خاطر الحب القديم اللي بينهم بتتصل فيكتوريا بالقيادات وبتقول لهم ان هاري تيرنر اختفى بعد انفجار كافيتيريا الدراجات النارية وهتبلغهم لما تلاقيه. وبيوصل هاري وفيكتوريا للوسيط فين وبيسألوا هاري عن مكان اخوه ديريك، وكان فين سايق الهبل على الشيطنة وبيقول له هاري انا محتاج منك اجابة لو عاوز وشك ما يتفجرش. وبيتف فين على هاري اللي مسك مفك وخرم له ايده وقال له اخر رصاصة هي اللي جاية وهتعدي من دماغك. وتحت الضغط اعترف فين انه هيقابل ديريك في ملهى ليلي في وسط المدينة. المشكلة ان مش اي حد يقدر يخش الملهى الليلي الخاص بديريك حتى بالفلوس، صعب جدا. وبيطلب هاري من فيكتوريا هل هتقدري تدخلينا الملهى الليلي؟ بتقول له لا ما اقدرش ولكن اعرف اللي تقدر تساعدنا. وبيوصل لمقر الاستخبارات الامريكية فيديو مسجل للعميل ليونارد تيرنر وبيحكي فيه عن انه عميل سابق في المخابرات المركزية وانه محتجز رهينة من قبل جماعة ارهابية، وفي خلال 14 ساعة هيتفعل برنامج الكوندور وهيكون عنده السيطرة على كل الاتصالات اللي في العالم. وبعد الرسالة دي هتوصل لكم مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب في الوقت المناسب هيتم تفعيل جميع الصواريخ مع احداثيات محددة في اتجاه الولايات المتحدة. وبنرجع تاني لهاري وفيكتوريا وكريس والبنت اللي بتكون همزة الوصل اللي هتقدر تدخلهم للملهى الليلي الخاص بديريك. وبتوصل هاري مكالمة من كين بيطمن عليه وبيقول له هاري ان انا على وشك اتقابل مع ديريك، فبيحذروا كين ان الشخص اللي هيتقابل بيه مش ديريك لكن سياف نفسه رئيس المنظمة الإرهابية. وطلب من هاري انه يتراجع ويلغي العملية خوفا عليه، وكان هاري محتار من كلامه. وبيدخل هاري وفيكتوريا للملهى الليلي وبتدي فيكتوريا جهاز تنصت للتواصل في حالة لو افترقوا عن بعض. وعلشان يلفتوا انتباه ديريك بتطلب فيكتوريا من كريس أداء بعض الحركات الساخنة، وبتنجح فيكتوريا في خطتها وبتلفت انتباه ديريك وبيطلب منها تروح الغرفة الخاصة. وأثناء وجود هاري في الحمام داخل الملهى الليلي بتوصل له رسالة من صديقه داريل مسؤول المعلومات في الجهاز انه اصبح مستهدف للاغتيال. وبعدها بلحظات بيتاكد هاري من صدق داريل صديقه، ودخل هاري في معركه مع شخص حاول يقتله، ولكن هاري بكل المهارات اللي اكتسبها والقوه البدنيه اللي بيمتلكها قدر يقضي عليه. وهناك بنشوف ازاي ديريك كشف فيكتوريا وكان عارف انها عميله من جهاز CIA، وبتطلب فيكتوريا المساعده من هاري اللي كان لسه عنده شغل لازم يخلصه الاول. وبيدخل هاري وفيكتوريا في مواجهه مع كل البادي جاردات الموجودين، ولكن بيتمكن منه مجموعه من
الحرس، وبيقوم ديريك بتوجيه الطبنجة لدماغ فيكتوريا وسحبها من رقبتها، وبيتخلص هاري من الجردات اللي ماسكينه وبياخد كريس وبيحاول يلحق فيكتوريا، وبالفعل قدر يوصل لعربية ديريك وماشي وراه خطوة خطوة. وقبل ما ينزل من العربية بتسأله كريس ايه المطلوب مني؟ قال لها لو ما رجعتش خلال ساعة اتصلي بالعميل روبرتسون على الرقم ده. طب لو ما ردش؟ قال لها اقعدي في العربية. وبيخش هاري المصنع المهجور اللي وقفت عنده عربية ديريك، وبعدها بنشوف تشابك بالايدي، وقدر هاري يتخلص من الحارس الاول، لكن الحارس التاني كان مستعد ببندقية، وبيجي كريس من وراه وبيخلص عليه. والحارس التالت ده اخد معاه وقت شوية، وكان على وشك يخلص على هاري اللي مسك طفاية الحريق ورزعها على دماغه، لكن هاري اتصف ركبته. وفي مفاجأة بيصحى هاري يلاقي نفسه جنب والده اللي عمال يدور عليه، وبيطمن على والده اللي بيقول له هل حد يعرف انك موجود هنا؟ وقال له لا محدش يعرف، واخر واحد اتكلمت معاه كان الظابط كين. وبيطلب تيرنر من ديريك ان يسيبه دقيقة مع ابنه، وبيعترف لابنه انه بيحاول ينتقم لوالدته اللي اتقتلت بلا ذنب. وبيقول له هاري ايه علاقة موت امي باختفائك وموضوع الكندر؟ وقال له ان جهاز CIA سرب معلومات عنه وكلفه حياة والدته، وكان ممكن كمان يكلفني حياتك. ورد عليه هاري ان ده معناه انك انت اللي سرقت الكندر، ورد الاب ايوه كان نوع من الانتقام من الجهاز. وبنشوف تيرنر بيطلب مفتاح البطريرك من فيكتوريا، ولكن بتذكره ان هاري كان نفسه في يوم من الايام يبقى زيك لما كان عندك مبادئ واخلاق. وبيوصل مشترين الكندر علشان يتمموا الصفقة مع تيرنر، واللي اصر على اتمامها امام ابنه هاري. وبيقدم تيرنر الكندر للمشترين اللي بيطلبوا منه فحصه وتشغيله قبل الاستلام، وبيتفعل الكندر وفي ثواني بيفقد نص سكان الصين استخدام الهواتف. ونشوف تيرنر بيتكلم مع مشتري الكندر وبيقول له اعتقد احنا اتقابلنا مع بعض، قابلنا يوم 21 ديسمبر 2004. قال له ما اعتقدش، وبيرد تيرنر يقول له لا انا متاكد، ده اليوم اللي انت اشتريت فيه معلومات عني من CIA وبعتها لديمتري كابروف، وده اليوم اللي انت وقعت فيه على قتل زوجتي. قال له انا ما عنديش فكره عن اللي انت بتحكيه. وباشاره من تيرنر لديريك تم ضرب الحرس بالرصاص اللي كان نازل عليهم زي المطر، ما عدا البيج بوس اللي معاهم اللي فضل على قيد الحياه لحظات. وبيدي تيرنر الطبنجه لهاري علشان يضربه بالنار وينتقم لوالدته. وبتتولى المفاجآت وبيظهر رجال الاستخبارات الامريكيه في المشهد، وبيطلب كين من هيجنز واحد من عملاء الاستخبارات ياخد الكندر للعربيه، وبيرفض تيرنر وبيهدده بالطبنجه انه لو عمل كده هيفجر دماغه. وبيقول له كين ان المشكله مش عندي، دي تعليمات سيستون رئيس الجهاز، انا حاولت ابعد هاري عن القضيه. قال له تيرنر لو كلامك مظبوط يبقى مين اللي خلى ابني مستهدف؟ قال له انا، لان ما عنديش اختيار تاني، صعب اسيبه بيخرب كل الخطط اللي كنت بنفذها، دول 150 مليون دولار. وبيقول له تيرنر ان محدش هيخرج بالكندر، وبيبدا تبادل ضرب النار، وكان كين اول واحد يوجه مسدس لتيرنر وضربه بالنار، وبياخد كين الكندر وبيهرب، لكن وراه هاري زي ظله. وبيزود كين سرعه العربيه وبيدخل طريق يمين وشمال علشان يهرب من هاري، وبيحس كين بالهدوء وبيقف في العربيه، وفجاه بيدخل فيه هاري بالعربيه وبيقلبه وبيخلص عليه. وبياخد هاري الكندر وبيرجع لابوه علشان يطمن عليه، لكن لقاه في لحظاته الاخيره وبيموت تيرنر بين ايدين هاري زي ما ماتت امه برضه قدام عينيه. وبينسف هاري الكندر بالرشاش لانه كان سبب في فقدان اعز الناس عليه. وبيتم نقل هاري من اعمال مكتبيه لضابط ميدان بالاستخبارات الامريكيه. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. سلام.